هلو هلو يا حلوين، احنا دلوقتي هنتكلم عن شهور السنة. يلا بينا نبدأ. طيب، الشهور، يعني بما اننا هنتكلم عن الشهور فهم عددهم 12، يعني زي شهور السنة العربية عادي عددهم 12 او الميلادية بمعنى اصح. اللي هم ايه؟ يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، وهكذا. طيب، طريقتهم حفظهم بالفرنسي حتى لو احنا مش حافظينهم بالعربي، طريقتهم حفظ بالفرنسي سهلة جدا، اسهل من العربي واسهل من الانجليش، بس نركز فيهم. نخلينا في اول اتنين اسمهم ايه؟ اسمهم جانفيي فيفريي. فانا عندي شهر واحد وشهر اتنين جانفيي فيفريي، جانفيي فيفريي. طيب، ايه المشترك فيهم؟ المشترك فيهم اخر 3 حروف. المشترك فيهم هو اخر 3 حروف، جانفيي فيفريي. يبقى انا عندي المشترك اللي هو ليه، ي اللي هو ايه؟ اللي هي الاي اي ار. يبقى انا عندي المشترك هو اخر 3 حروف اللي هما اي اي ار. وبرضه هما مشتركين في الجزء الاولاني. طب ازاي؟ لو نركز كده ناخد بالنا ان الجزء الاولاني هو عبارة عن 4 حروف اهو. هنا جان، الاي ان بتنطق ان، جانف جانف جانف. في متفقين ان الاو فيها اكسنت بتنطق اي، في فغ فغ. فهنا 4 حروف وهنا 4 حروف، يبقى المشترك فيهم ال4 حروف. مرة كمان، جانفيي فيفريي، قلنا ايه المشترك فيهم؟ المشترك فيهم ان انا عندي اخر 3 حروف شبه بعض. ي الاي اي ار بتنطق ي اي اي ار اي اي ار اي اي ار. طيب، قلنا جان فيي فيفريي متشابهين في ايه؟ ان كل واحدة في دول بتبدأ ب4 حروف. جانفيي بتبدأ بجان، جي ان جانف جانف. وفيفريي نفس الكلام، اف او فيها اكسون، في ار فيفر 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 فيفر. طيب وبعدين الاتنين بيجي في اخرهم اي او ار، اي او ار. جانفيي فيفريي. على ما اعتقد الموضوع سهل ننطقهم، هنلاقي ان اول 4 حروف بيتنطقوا، بعد كده بتتحفظ اي اللي هو اي او ار. اي او ار دي اسماء الحروف بالفرنسية، لو هنقولها بالانجلش كده كحروف اي اي ار اي اي ار. دلوقتي هنركز على 3 شهور اللي بعدهم. ال3 شهور اللي بعدهم هما مش شبه العربي قوي، هما شبه الانجليش شوية. وال3 شهور مش شبه بعض، بس هما سهلين. سهولتهم في ايه؟ سهولتهم في ان اللي بنطقه بكتبه. يعني انا بقول مارس مارس مارس، افريل، ماي. فمارس هكتب مارس، فاللي نطقته كتبته. هو سهل في كده، اللي انا نطقته بكتبه. افريل بكتب افر، بعد كده ايل وال اللي احنا كنا حافظينها سوا. افريل افريل. هكتب هنا ايل، كنا حافظين ايل وال قبل كده. افريل افريل. ماي 3 حروف، ماي ي. بس كده. يبقى مرة كمان، هما ال3 شهور دول هما مش شبه بعض، بس سهولتهم في ان احنا لو حفظناهم نطق كويس
لو حفظناهم نطق كويس ده هيسهل علينا ان احنا نكتبهم. مارس، مارس. افريل، افر ال. ماي، ماي، ماي. بس كده. مارس، افريل، ماي. مارس، افريل، ماي. نراجع من الاول. نراجع من الاول. جانفيي، جانفيي، جانفيي. قلنا بينتهوا بيه اللي هو اي اي ار، وبيبدأوا بنفس البداية. جون، جي اي ان، اي ان تنطق ان. ف، جانف. فيفغ، الاو فيها اكسنت نطق اي. فيفغ. مارس، افريل، ماي. مارس، افريل، ماي. مارس، افريل، ماي. ندخل على اللي بعده. اتنين شبه بعض برضو. جوان، جويي، جوان، جويي. تاني. جوان، جويي، جوان، جويي. جوان، جويي، جوان، جويي. مرة من الأول. جانفيي، فيفريي، مارس، أفريل، ماي. جانفيي، فيفريي، مارس، أفريل، ماي. جوان، جويي، جوان، جويي، جوان، جويي. جانفيي، فيفريي، مارس، أفريل، ماي. جوان، جويي. طيب بكتبهم ازاي؟ بكتبهم هما بيبدأوا بنفس البداية. ناخد بالنا كده اهو. الاتنين بيبدأوا بنفس البداية. جوان، جويي. حرف الجي واليو والاي. جوان. وبزود شهر يونيو اللي هو 6. يون 6. يون يو بزود له ان. يونيو ان. جوان. شهر 7 يول يو بزود له دبل ال، 2 ال. وفي الاخر بحط او تي اللي هي الاي تي ومش بنطقها. مش بنطقها. الاي تي دي بنكتبها فين؟ الاي تي بنكتبها لو عايزين نستخدم كلمة وكذا. ده وكذا بنستخدم الاي تي دي، اخدناها. او تي بتتنطق ايه، فبقول جوان، جويي. ايه عشان اي تي بتنطق ايه، فبقول جوان، جويي. اهي الاي تي بتنطق ايه. جوان، جويي. مرة كمان. بكتبهم ازاي؟ بكتبهم ازاي؟ الاتنين بيبدأوا بنفس بداية الحروف اللي هي جي يو ان. جي يو ان دي مشتركة معايا. وبعدين شهر يون يو اللي هو 6. يون يو بزود حرف الان. شهر 7 يول بزود دبل ال. بس كده. يوليو 7. يونيو، يوليو، يونيو، يوليو. يون بزود ان. يول 7 بزود ال، دبل ال. طيب وفي 7 بحط في نهايتها الاي تي اللي هي بتتنطق ايه، ومعناها لو احنا لو تفتكرها كده خدناها لوحدها. ده وكذا. فلان ايه، فلان. احمد ايه، علي. هي الاي دي اللي هي الاي تي دي بتنطق ايه. فجوان، جويي، ايه. طيب نراجع من الأول. قلنا janvier, février, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, juin. الإن متنطقش. juin. جو ال ما بتتنطقش، أو الاتنين ال ما بينطقوش ومنطق إيه. juin, juillet, juin, juillet. ده كده احنا يعتبر وصلنا لأكتر من نص الشهور. مرة كمان. janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, juin, juillet, juin, juillet, juin, juillet. مرة كمان. janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet.
نركز كده في قواعد النطق اللي احنا قلناها، اللي هي كانت ايه؟ اللي هي جانفيي فيفريي بتنتهي جانفيي فيفريي بتنتهي اي ار اي ار. اهو. وقلنا جان النطق ده اللي هو الاي والان بيتنطق وفي اف او اكسون في فيفريي مارس افريل ماي جوان جويي بيبدأوا بجوان جي يو اي. شهر 6 يو بحط ان. شهر 7 يو بحط الدبل ال، وفي الاخر الاي تي اللي اتنطق جي اي بتنطق اي. نجرب كده نسمعهم وبعد كده نكمل الباقي. نكمل باقي الشهور. الفاضل سهل قوي يعني. اللي فاضل عندي اوت اللي هو شهر 8 اوت. طيب ده بكتبه ازاي؟ ده ليه طريقة لذيذة قوي. بكتب كده زي ما بكتب باللغة الإنجليزية كلمة اوت يعني خارج، أو اوت يخرج خارج. وبحط في الأول في البداية كده بحط حرف ال A، حرف ال A اوت أو A اوت. فهي على بعض عندي في الفرنسي اسمها اوت ايه اوت اوت. طيب وما ننساش حاجة عندي فوق الحرف يو هنا عندي 8 بالعربي كده، دي أقسام مهمة الكتب. بعد ما نخلص كل الشهور هأكد على كل الأقصاات اللي عندي، هما 3 وهركز فيهم ازاي ما نتلخبطش فيهم. يبقى تاني ازاي بكتب 8 ايه اوت بنطقها اوت. يعني ايه اصلا ما بتتنطقش عندي، بقول اوت ايه اوت بنطقها اوت. طيب مرة من الأول بعد كده نكمل. جانفيي فيفريي مارس أفريل ماي جوان جويي أوت. نكمل. الشهور 9 10 11 12. الشهور دي لو احنا حافظينها بالفرنسي فهي مبتختلفش أي حاجة، لو حافظينها بالعربي فهي مبتختلفش أي حاجة عن الفرنسي. طب ليه أو ازاي؟ عشان ببساطة عايزة اداري دي الأول. طيب احنا لما نيجي نكتبهم بالعربي وما اعتقدش ان في حد ما يحفظهمش، لان يعني المعظم بيكتبوا تواريخ المدرسة يعني، او التواريخ دي احنا عامة بنستخدمها في الفترة بتاعة الدراسة، فبتتكتب بحكم ان هي بتتكتب اكيد حافظينها. سبتمبر سبتمبر. تمام. اللي بعده اكتوبر اكتوبر. اللي بعده نوفمبر نوفمبر. اللي بعده ديسمبر ديسمبر. طيب انا ليه بكتبهم بالعربي؟ عشان نركز كده هما مكتوبين ازاي، يعني هلفت نظرنا لحاجة.
اهو كده حلو. عايزاهم تحت بعض لان هشرح عليهم حاجة. نوفمبر، ديسمبر. حلو اوي. ناخد بالنا بقى من ايه؟ ناخد بالنا ان كلهم بينتهوا بر. اهو هعمل عليها كده هايلايت بن اهو. بر بر اهو. يبقى كلهم عندي في الفرنسية ينتهوا ببر برضو اهو. يعني اللي عملته في العربي هو اللي هعمله في الفرنسي. سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. فاهو بر اخرها ار او، حرف الاو في النهاية. دي كده اول حاجة. ناخد بالنا من حاجة تانية، وهي ان شهر 9 و11 و12 فيهم ام. سب تمبر، نوفمبر، ديسمبر. فأنا عندي شهر 9 في أمبر، شهر 11 أمبر، شهر 12 أمبر. طيب اللي أنا عايزة أقوله من كل ده إيه عشان الموضوع يبقى سهل؟ إن الشهور من 9 لحد 12 بكتب ايه؟ امبر. الجزء اللي انا كاتباه بالاحمر ده امبر 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 امبر. وشهر 10 بكتب بر بس من غير الام. يبقى كلهم بيبدأوا بالاي وبينتهوا بالاي. اي ام بر، بي ار بتنتهي بالاي. ام اي ام بر بي ار وبتنتهي بالاي. ام اي ام وبتنتهي او اي ام بعد كده بر بي ار وبتنتهي بالاي. ما عدا شهر 10 الوحيد اللي ما فيهوش ام، هو فيه بر على طول، بي ار وبتنتهي بالاي. طيب ده كده النص التاني اللي بيبقى اصلا فيه اللخبطه. يعني كله بيقعد يحتاس هو ايه الحروف اللي في الاخر امبر، وكل مره الاقي حد مؤلف حرف. فلا هما كلهم اصلا شبه بعض. ام بر بيبدأ بالاي وبينتهي بالاي، ما فيهاش حاجه صعبه. فاللخبطه كلها في الحته دي. لو ظبطناها الجزء البدايه بتاعه الشهر ما فيهوش حاجه. يعني مثلا سبت اللي بنطق بكتبه سبت، حتى من العربي كده سبتمبر، سبت سبتمبر بكتب سبت. ولو ناخد بالنا، لو احنا حافظين الارقام كويس قوي ناخد بالنا ان حروف سبت، الحروف دي هي بالظبط حروف رقم 7 في الارقام. بس في الحالة دي كنا بننطقها ست، البي ما كانتش بتتنطق. فاكرين؟ لو احنا حافظين ارقام كويس عارفين ان رقم 7 بتتكتب كده. فاللي بيعرف يكتب رقم 7 هو ست دي بتاعت 7 بكتبها هنا وبنطقها سبتمبر. صح كده؟ تمام. بس ما نلخبطش، ده 7 انما اللي قدامي ده شهر 9. عشان ما نقولش ان انا شرحت 7 يبقى 7 بيتكتب كده. انا بشرح شهر 9. انا بقول ان شهر 9 الحروف بتاعته في اولها هي نفس حروف رقم 7 لو احنا حافظين الارقام. ولو مش حافظين الارقام فاحنا اكيد حافظين كلمة سبتمبر. سبت سبت الجزء الاولاني اهو سبتمبر، سبت امبر. طيب بعد سبتمبر اكتوبر، اكتو اللي بنطقه بكتبه او سي تو تي او اكتوبر. اللي بعده شهر نوفمبر، نوفا ان او في اللي بنطقه بكتبه نوفمبر. الأخير ديسمبر.
ديسمبر، D-E-S-D-E-C D-E اللي هو حرف الأو عليه أكسون بيتنطق إيه، ديسمبر، ديسمبر. طيب D-U-C. طيب اللي عايزة أقوله إيه دلوقتي قبل ما نراجع على كله، في معلومة مهمة جدا 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 علشان واحنا بنكتب يعني نحل مشكلة الأقسام. هي محلولة ما فيهاش حاجة، بس نركز في اللي أنا هقوله دلوقتي علشان واحنا بنكتب شهور يبقى ما عندناش مشكلة في الأقسام. طب إيه اللي أنا هقوله؟ اللي أنا هقوله هو، مركزين. طيب اللي أنا هقوله هو إن أنا عندي شهرين اتنين، عليهم الأقسام، عليهم فوق حرف الأو. تمام، عندي شهرين اتنين عليهم أقسام فوق حرف الأو. شهر 2 وشهر 12، يبقى شهرين 2 عليهم أقصاء 2 و12، شهرين 2 عليهم أقصاء 2 و12، شهرين 2 عليهم أقصاء 2 و12. طب فين الكلام ده؟ أهو شهر 2 وشهر 12. طب بلاقي الأقصاء دي في الحرف رقم كام؟ الحرف التاني. يعني هنعد كده الحروف 1 2، تاني حرف هلاقي الأو عليها أقصاء، هنزل ديسمبر 1 2، تاني حرف كده هو اللي هلاقي عليه الأقصاء. يبقى كل حاجة ليها علاقة بالأقصاء في الشهور هي شبه رقم 2. يعني عندي شهرين 2، ايه هما 2 و12، بلاقي الأقصاء فين؟ على الحرف التاني، شهرين 2 اللي هما ايه 2 شهر 2 وشهر 12. طب بلاقي الأقصاء فين؟ على الحرف رقم 2 اهو، 1 2 الحرف التاني اهو، طبعا بلاقي الأقصاء فوق حرف الأو. يبقى انا بعمل كده عشان احل مشكلة الاقصاء هنا. انا كل هنا يبقى بتركيز كده، انا عندي شهرين 2 اللي هما شهر 2 وشهر 12 عليهم اقسام على الحرف رقم 2، يبقى كل حاجة هنا ليها علاقة بالاتنين. شهرين 2 2 و12 عليهم اقسام على الحرف 2، شهرين 2 و12 عليهم أقصاء على حرف 2 اللي هو الحرف التاني. طيب يتبقى لي آخر أقصاهاية في الشهور، وهي الأقصاء اللي فوق حرف اليو في رقم أو في الشهر رقم 8، هي دي. طيب دي احنا هنقولها ازاي دلوقتي؟ الشهر أصلا شهر ايه؟ 8. الشهر ده الشهر 8. ثانية واحدة، عليه كده أنا عايزة أبيض. نرجع خطوة. الشهر 8، فأنا دلوقتي عايزة أكتب 8 اهو. 8 بالعربي بتكتب كده. فأنا بكتب 8 بالعربي بالشكل ده. طيب ونركز، دي طريقة عشان نفتكر بيها الأقصى في الشهر الثامن، ملهاش أي علاقة بالفرنسية، يعني دي طريقة مني أنا. فأنا بكتب اوت كده، بكتب ايه اوت، ايه اوت. حلو. عندي حرف باصص لفوق اللي هو حرف اليو ده، باصص لفوق صح؟ فهديله واحد يرد عليه كده اللي هو 8 بالعربي. فانا الشهر الثامن بكتب ايه اوت، وبشوف اليو البصة لفوق بديها حد يبص عليها، واتنين كده باصين على بعض. ف8 بكتب لها 8، الشهر الثامن بكتب له
8. الشهر التامن بكتب له 8 بس بالعربي. تاني أنا رقم 8 عندي بيتكتب كده بالعربي، فأنا علشان ده الشهر التامن فأنا فوق الحروف بتاعة الشهر التامن هكتب 8 بالعربي. طب هكتبها فوق أنا الحرف اللي باصص لفوق مش لاقي حد يبص عليه، هكتب له 8 بالعربي. طيب ده كده كل ما يخص الأقصاءات في الشهور. احنا كده أخدنا 3 أقصام مفيش غيرهم. أخدنا شهرين 2 و12 عليهم أقصاء على على الحرف 2 اللي هو الحرف التاني في شهر 2 والحرف التاني في شهر 12، ما ننساش الأقسام دي. وشهر 8 بنكتب 8، شهر 8 بنكتب 8 بالعربي كده فوق اليو بوصل فوق. طيب الباقي كله حفظناه، يعني قلنا جانفيي فيفريي شبه بعض، ي مارس افريل ماي، مارس افريل ماي بنطق وبكتب. جوان جويي بكتب لحد الاي، وجوان اللي هو شهر يو بكتب ان. جي اللي هو شهر يو بكتب دوبل ال في الاخر. اي تي اللي هي بتنطق اي. اوت بكتب اي اوت اي اوت اي اوت. سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر كلهم بينتهوا بأمبر ما عدا اكتوبر بس وما ننساش الاو في الاخر، حرف الاو اخر الكلمة. سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. طب والبداية بنطق وبكتب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول سبت امبر، اكتوبر اكتو، نوفمبر نوفا، ديسمبر اللي بنطقه وبكتبه. بس كده هي دي الشهور المفروض نتمرن عليها كويس قوي. كتابة مهمة جدا جدا جدا، لازم نتمرن عليها كتابة. ونتمرن عليها نطق. مهمة كمان نعرفها لو شفناها في أي قطعة، يعني لو جات لنا تكست كده وفيها شهر يجي يسألني هو فلان عمل ده في الشهر الأول، في الشهر الثامن، في الشهر التاسع، فلازم أكون عارفة ترتيبهم، يعني احفظهم كده كل مجموعة شبه بعض مع بعض، يعني دول مع بعض دول مع بعض دول مع بعض دول مع بعض، بحيث نحاول على قد ما نقدر نبقى عارفين ترتيبهم، بس لأن هما بيجوا في الأسئلة. بس كده ده كده شرح الشهور. نتمرن عليهم كويس قوي ونكتبهم كتير.